لما بتراقب الاخطبوط بيراقبك بدوره. دي مقولة كانت مشهورة بالإجماع بين البشر اللي راقبوا الاخطبوطات، كلهم مقتنعين إن هما لما بيراقبوا أي حيوان، الحيوان برضو بيراقبك بدوره، ودايما بيتسألوا هما بيشوفوا إيه. جاك كوستو باحث واجه الآلاف من الاخطبوطات في حياته، فكتب في كتابه سكويد ذا سوفت انتليجنس إن الغواص اللي بيواجه عدد كبير من الاخطبوطات في حياته بيحس بإجابة أو رد غير اعتيادي. في بعض الباحثين افترضوا ان الاخطبوط بيمتلك عقل معقد جدا ومنتال كباسيتي كبيرة، مع ان البعض الاخر مش متأكدين من حاجة زي كده، لكن المؤكد ان الاخطبوط بيراقب البشر والعكس صحيح، والكلام ده من زمان جدا، ده حتى موجود من العصور المتوسطة وحتى المتأخرة حوالي 1000 ل 2000 سنة قبل الميلاد. في صور للاخطبوطات ومخلوقات بحرية تانية، وبتعيش الاخطبوطات في كل محيطات العالم على اعماق متنوعة واحجامها مختلفة. المايكرو بيرسيس ده طوله 2 سنتي، ده اللي هو الحجم الكيوت، والجوبيني بيبقى طوله 4.5 سنتي. انما على الطرف الاخر او الطرف الاكبر في واحد كده اسمه الاخطبوط الدوفليني، ده وزنه اكتر من 45 كيلو وقد يتجاوز طوله 6 امتار. في كاتب يوناني كليارخوس السولي نقل نصيحة جميلة قوي لابنه، بيقول له: يا ابني اقتدي بالحيلة الذكية للاخطبوط واجعل نفسك شبيها قدر الامكان باولئك الذين تصادف زيارتك لارضهم. بعض الكتاب زمان كانوا بيشكوا في نية الاخطبوط اصلا، يعني هم مش شايفينه مجرد كائن دفاعي، لا هم في نظرهم ان هو ذكي. مؤرخ اخر روماني كلوديوس إلينوس اللي كتب في القرن الثالث الميلادي قال عنه جملة تقيلة شوية: الأذى والحيلة دول واضح ان هم سمات الكائن ده. بس لو رحنا لأرسطو مثلا، هو قال عنه حاجة غريبة، قال ان هو مرتب واقتصادي في حياته، بس في نفس الوقت هو غلط تقيل، لانه هو بيحكي عن الاخطبوط وقع في غلطة واضحة جدا. يمكن افتكر ان الجوع او الفضول ده غباء. هو لاحظ ان لما اي حد بيحرك صوابعه في المية، الاخطبوط ساعات بيندفع ناحيتها، فكتب ان الاخطبوط كائن غبي عشان بس هو بيقرب من ايد الانسان لو نزلت في المية. انت متخيل؟ اسرع استنتاج شفته في حياتي. بس الحقيقة ان تجارب المعامل كشفت عكس كده تماما. منطقيا اساسا ليه الاخطبوط محتاج ذكاء اصلا؟ في الظاهر هو مرشح سيء جدا لقوة عقلية، لان عمره قصير، سنة او سنتين، وكمان بيعيش لوحده، يعني هو حرفيا متوحد، تواصله قليل جدا او معدوم مع افراد نوعه، قليل جدا. فليه كائن زي ده اصلا يحتاج ذكاء؟ ده هو غالبا ممكن اللي هو ياكل يشرب، فاهم، يتناسل، حياة كده شكرا بالنسبة له. اللي هو محتاجه اصلا بالفعل ان هو يكون عنده مهارات صيد عالية ودفاعات تبهر اي حد، بيقدر يغير لونه للون البيئة ويطلع حبر يشتت اي حد بيطارده. دي الحاجات اللي هو فعلا محتاجها، ودي الحاجات اللي عنده. المفاجأة بقى ان مخه كبير جدا ومعقد. عالم الاعصاب اسمه تيد بولوك من جامعة كاليفورنيا قال معنى واضح جدا، قال ان مخ الاخطبوط معقد تشريحيا ومتميز جدا، مليان تفاصيل، ولا ناعم ولا ممل، شكله فعلا مخ حقيقي معقد. في تجربة حصلت في سنة 1910، تجربة اسمها افتح البرطمان. التجربة دي كانت لباحث فرنسي اسمه هنري بيبرن. عمل تجارب اثبتت انك لو قدمت للاخطبوط برطمان مقفول بس جواه اكل، الاخطبوط بيقدر يتعلم ازاي يشيل السدادة ويوصل للاكل، والاهم ان هو بيفتكر الدرس مع الوقت. يعني انت لو جربتها مرة تانية او تالتة معاه، لا هو خلاص هيعرف، وبيبقى اسرع واسرع في ان هو يوصل للاكل اللي جوه. حتى مع قدرته المدهشة ان هو يتعلم، كان صعب جدا على باحثين كتير ان هم يصدقوا ان فعلا جوه مخه في ذكاء طبيعي او ذكاء حقيقي عموما يعني. بس دايما انت لو بصيت للاخطبوط في عينه هتحس ان في حاجة بتبصلك، مش مجرد حيوان. طب ليه اصلا ظهر ذكاء الاخطبوط؟ سؤال منطقي، يعني ليه اصلا الاخطبوط يطور ذكاء وقدرة على التعلم؟ في اجابات محتملة ان هو جاي من اسلاف كان عندهم اصداف، ولما كان في صدفة الاستراتيجي بتاعت النجاة بتاعته كانت دفاعية، لانه هو اوريدي كان محمي من صدف. لكن لما بقى من غير صدفة بقى عريان وضعيف امام المفترسات، فاضطر ان هو يطور استراتيجيز جديدة ان هو يعيش. بيفكرني بالبني ادم، بني ادم حرفيا عريان، فعشان كده اضطر ان هو يخلق سلاح ونووي وبتاع الى اخره. دلوقتي احنا هنشرح شويه من الاناتومي بتاعته بحيث ان احنا نتعرف على الشخصيه كويس. هل هو بيشوف الوان ولا لا؟ هو سؤال غريب، اللي هو اصلا ليه هو ممكن ما يشوفش الوان؟ بس المفاجاه ان الاخطبوط
غالبا عنده عمى الوان كلر بلايند. في باحث اسمه ويلز راجع 10 تجارب اتعملت ما بين 1910 و 1968 وحوالي 60% منها خلصت بشكل واضح ان الاخطبوط ما بيشوفش الوان. لكن لما الاخطبوط بيبقى هو الصياد مش الفريسة بيبقى قوة حقيقية، فبيعمل حاجة حلوة فشخ، بيعمل حاجة جميلة جدا انا بسميها البني ادم الكسول او الحد الجعان. تكون عاملين اكل وحش جدا بس انت عارف ان اخوك هياكل الاخضر واليابس. حرفيا هو ماشي بالمبدأ ده، يعني هو عنده مهارة اسمها صيد استكشافي، بيخرج يدور على اللي بيجي في سكته ايا كان هو ايه. في ايام بيلاقي بسرعة وايام ياخد وقت اطول، فهو نفس النظام، بياكل الاخضر واليابس اي حاجة. في وصف جميل بيقول على ان حركة الاخطبوط وهو بيمسك فريسته شبه القطة وهي بتقبض على الفار. سر تغيير لونه، هو اصلا ازاي بيغير لونه؟ الالوان والنقاشات الناعمة اللي الاخطبوط بيطلعها على جلده في ثواني بتطلع من حاجة اسمها الكروما توفورات، لان الصراحة الكلمة صعبة فشخ فمش عارفة انطقها ام سوري. فدي خلايا صبغية بتعكس الضوء. الخلايا دي بتستخدم للتمويه وحاجات تانية غريبة، بس من ناحية التمويه هو بيدور على فريسته وهو بيغير لونه عشان يبقى شبه لون الحجارة اللي حواليه، ونفس الحركة دي بيعملها لما بيخاف او يحس بخطر. اللي مؤكد بقى البتاعة دي لان انا مش عارف انطقها الصراحة بتستخدم للتمويه، فهي اول خط دفاعي. سرعته مش بتستحمل وقت طويل، فلما بيواجه خطر هو غالبا بيفضل ان هو يختفي بدل ما يجري، لان الاكسجين بتاعه قليل جدا. بيفكرنا بناس كتير عموما، يعني انا بالنسبه لي خلاص الاخطبوط ده انا يا جماعه ده انا. فده بخصوص التمويه. لكن الحاجه التانية الغريبه ان الصبغه دي بتستخدم كانها شاشات بيتواصل بيها مع الاخطبوطات الاخرى. طب سؤال، هل الالوان دي لغه؟ عالم احياء سلوكي اسمه مارتن لاحظ ان حبار الشعاب في الكاريبي بيرجع يكرر 33 نمط مختلف من الالوان والحركات، وقال ان بعض النماذج دي ممكن تكون رسائل بينهم. فكده التمويه حاجه والتواصل حاجه تانية. بس هو كان شايف ان تغيرات اللون الكتير دي بس مش خطه للنجاه، دي ممكن تكون لغه. الاخطبوط عنده 3 قلوب ودمه لونه ازرق عشان في ماده اسمها هيموسينين، ده مركب فيه نحاس. يعني احنا عندنا كبشر احنا عندنا دمنا احمر لان البروتين عندنا هيموجلوبين، وفي حديد لا هو عكسنا، هو في نحاس فعشان كده لونه ازرق. بس دي مش صبغه جلد ولا حبر، لا ده لون دمه. وفي نقطه ال3 قلوب هو عنده قلبين للخياشيم وظيفتهم ان هم يضخوا الدم الازرق عشان يتشحن اكسجين، وقلب اساسي بيضخ الدم لباقي الجسم. وبسبب ان الاكسجين عنده قليل بنقدر نلاحظ ان لما الاخطبوط بيهرب بسرعه او يطارد فريسه بيخش بسرعه في عجز اكسجين، يعني يقدر يندفع بسرعه جامده بس ما يقدرش يكمل كتير. على قد ما هو شاطر وذكي الاخطبوط في الاخر عنده مفترسات كتيره شايفاه وجبه including us. وفي رقم صادم بيتسحب من البحر، حوالي 45 مليون كيلو من الاخطبوط الشائع. طب ازاي مش بينقرض مع الضغط ده كله؟ ان احنا كلنا عمالين بناكل فيه، يعني احنا كبشر بناكل فيه فاهمني، وغير بقى الاسماك اللي جوه والقروش فاهمني. ليه هو مش بينقرض؟ السبب الاساسي ان هو غزير جدا في التكاثر على عكس واحد نعرفه. الريبرودكشن عند الانثى في الاخطبوط هي مره واحده في حياتها، هي مره واحده بس. في المره دي بتحط 100,000 بيضة. وبشكل عام التكاثر عند الاخطبوط مش لطيف زي ما انت متخيل. كتير من الانواع بتتجوز مرة واحدة وبعدها بفترة قصيرة الذكر والانثى الاتنين بيموتوا. من الناحية التشريحية كيفية التكاثر عموما بسرعة سريعا، حرفيا الاخطبوطين بيفضلوا ماسكين بعض كده حوالي ساعة واكتر، حرفيا ماسكين بعض. والغريب بقى في الموضوع ان هم بيبقوا شبه ثابتين ومش باين عليهم اي انفعال، الاتنين مبضونين فشخ فاهمني. هم حرفيا جايين يقضوا رسالتهم في الحياة، هم بالنسبة لهم الحياة دي بيولوجي، فحرفيا نبضات قلبهم بتفضل منتظمة زي ما يكونوا في وضع راحة عادي جدا، تحس ان هم مبضونين من بعض. في الاخطبوطايه بقى الانثى الحامل، ودي بقى بتعمل حاجه غريبه فشخ، حاجه انا ما كنتش مصدقاها. دي اول حاجه بتدور على مكان امن ومستخبي. بس الحاجه الغريبه اللي بقولك عليها اللي هي بتعملها اللي هي مش بتاكل، ما بتاكلش، الصيام. هي قاعده رمضان، وبعد ما الام بتحط البيض بتدخل في مرحله اسمها الحضانه. لما البيض بيفقس بتكون هي قربت جدا من نهايتها، واحيانا بتموت قبل الفأس بشويه. وبالمناسبه
مدة الحضانة دي بتختلف حسب النوع وحرارة المية. في انواع بتتكون في اسابيع او شهور، وفي اعماق البحر في نوع اتسجل انه حضن البيض حوالي 53 شهر، اكتر من 4 سنين يا جدع قبل ما يموت. فالامومة عندها مش اللي هي انا تعبانة شوية، انت حرفيا ممكن تشبهها باولمبياد. حرفيا هي بتضحي بكل حاجة علشان شوية البيبيز دول اللي هم هناكلهم في الاخر يعني فاهم. بس السؤال الأهم، هي ليه مش بتاكل؟ في سببين كبار، واحد سلوك، واحد بيولوجي. سلوكيا البيض محتاج خدمة 24 ساعة لأن هو بيتوسخ وممكن يتعرض لفطريات، فلو سابت العش ممكن البيض يضيع، فبتختار ان انا هحافظ على البيض على حساب نفسها. بيولوجيا في زرار بيطفي الاكل وبيشغل الشيخوخة. الاخطبوطات كتير منها بتتكسر مرة واحدة وبعدين بتموت، وفي عضو معين اسمه الغدة البصرية اوبتيك جلاند، ده بيتحكم في السلسلة دي. بعد وضع البيض بيحصل تغيير هرموني قوي بيقلل الشهية ويبدأ انهيار تدريجي في الجسم. والدليل المجنون ان حصل تجربة كلاسيكية لما اتشالت الغدة دي جراحيا من امهات الاخطبوطات اللي كانت حاضنة ومبطلة اكل، سابت البيض ورجعت تاكل وعاشت اطول. يعني هي ما كانش عندها اكتئاب ولا حاجه، ده حرفيا هرمونات. العلماء شايفين ان ده جزء من استراتيجيه، ان الاخطبوط بيراهن بكل اللي عنده اول ان، حرفيا زي ما تقول الانسان اللي ما عندوش اي حاجه يخسرها اول ان. فالجسم بيحول كل الطاقه للحضانه بدل الصيد والمخاطره. الاخطبوط اصلا محكوم عليه بعمر قصير بشكل محزن، مع انه جميل يعني، في الغالب 2 بالكتير قبل ما يدخل في مرحلة الشيخوخة. بس الشيخوخة عند الاخطبوط غريبة جدا، بتبقى كأنها تعتيم شديد واطفاء تدريجي لرغبة البقاء. الذكر اللي بعد التزاوج ملوش اي علاقة بالانثى ولا البيض، هو بيقولك فاهم بالسلام، كله كلام فارغ، وباين كأنه حر، يعني هو بيكمل حياته عادي. بس برضو هو بيخش في مرحلة الشيخوخة والانطفاء، ممكن يعيش بعدها بكام شهر، ممكن حتى ممكن ينقل حزمة تانية لأنثى تانية. بس للأسف بعدها بوقت قليل بيبطل يصطاد، وبيبقى بياكل بس الحاجة اللي تعدي جنبه، لدرجة ان هو ما يقدرش يتجاهلها، وبيخس بسرعة. كمان بيقضي اغلب وقته بره ومكشوف، والأسوأ انه تدريجيا بيفقد التناسق في الحركة وبيضعف عند التمويه، وجلده بيبدأ يطلع فيه تقرحات وجروح، ومع الخسسان اللي بيخسوا العينين بيفضلوا نفس الحجم تقريبا، فبتبان كأنها بارزة، كأن الاخطبوط خايف من اللي جاي. كل الصفات والسلوكيات اللي كانت بتحافظ على حياته بتختفي واحدة واحدة، بعدها الموت بيجي بسرعة. فطبعا الشيخوخة دي بتحصل للبشر لما احنا بنعدي سننا المثالي للتكاثر، الشهية بتقل، دقة الحواس بتضعف. والله العظيم دقة الحواس بتضعف من دلوقتي، انا ظهري وجعني وعايز نضارة وحاجات كتير فشخ. فالاخطبوطات وهي في عز مرحلة الانطفاء دي ممكن تكون تايهة لدرجة ان هي تطلع من المية للشاطئ، شبه انسان عنده خوف وممكن يمشي من غير ما ياخد باله من اي خطر. من النظرة الاولى ممكن تحس ان الاخطبوط البالغ مش محتاج تكتيك هروب كتير، هو اوريدي بيبقى خصم صعب، لان هو من تركيبته ان هو عنده 8 اذرع و3 قلوب وعنده قدرة على التمويه، تحس ان هو اصلا متصمم يبقى خصم عدواني، يعني هو ديزايند فاهم ان هو يبقى اتاكر ولا حاجة. لكن الحقيقة هو بيفضل الهروب على ان هو يحارب. الاخطبوط بيتوتي، وده سبب طريقة صيده الغريبة. الاخطبوط الشائع بيحب جدا يلاقي بيت مريح، يرص شوية طوب كده حواليه وقواقع ومحار فاهمني، ويطلع كده من وقت للتاني يدور على الاكل. هو كائن بيتوتي لدرجة ان صيادين الاخطبوط مش دايما محتاجين طعم اصلا، بس بالرغم ان هو بيحب يستسلم لاي حاجة تاخده كده، هو مش ملاك. رغم انه انعزالي وبيحب القعدة في البيت، الاخطبوط برضو مش مسالم زي معظم الكائنات، ساعات بيبقى صياد وساعات بيبقى فريسة. الاخطبوطات طورت ردود افعال للتهديدات غالبا بتكون فعالة. اول اختيار عندها ان هي تعدي من غير ما اي حد يلاحظها، تمويه وهدوء وكأن مفيش حد هنا، بص عامل نفسه من بنها، يعني الاخطبوط هو بيصاب عامل نفسه من بنها. بس في حالة ان هو في موقف لا يوجد فيه حل، ان هو مفيش طريقة تانية للهروب غير ان هو يتاكل، بيعمل حركة، يعني دي بالنسبة لي دي افشخ حركة ممكن اي كائن يعملها. بيضحي بدراع. الاخطبوط بيقدر يفصل دراع من دراعاته للهروب، ومعظم الأذرع اللي عند الاخطبوط قادرة ان هي تتجدد تاني، ما عدا حاجة واحدة بس. I hope you know it،
يعني ولو الصيادين بيقولوا ان الاخطبوط لما بيجوع بياكل من دراعه، وعشان كده ساعات بيمسكوا واحد عنده 7 أذرع مش 8 أو ذراع أكثر من الباقي. لكن علماء الأحياء بيقولوا إن لو الاخطبوط أكل دراعه فعلا ده غالبا علامة توتر شديد جدا. كل دراع عند الاخطبوط فيه حوالي 200 شفاطة، والقوة المسك بتاعتهم رهيبة. الاخطبوط بيحس بالعالم من خلال شفاطاته، بس كمان من خلال عينيه. مجرد ما بتبص على عينين الاخطبوط اللي طالعة دي هتعرف ان هما جزء اساسي من حياته، وده صحيح لان هي الى حد ما بتقدر تميز. فبيخليك تفكر في حاجة كده معينة جميلة قوي. هما شبهنا في ايه؟ يعني هما غالبا شبهنا في كل حاجة. انا بالنسبه لي شخصيه الاخطبوط دي اللي هو واحد متوحد فشخ، أو واحد كسول، او واحد قرفان من الحياه مش عايز يتعامل مع البني ادمين. حرفيا ممكن يكون اي حد مننا، اي حد، لان الاخطبوط مش الكائن الوحيد اللي طور الذكاء لانه غير محمي. ما هو احنا كبشر احنا ما عندناش صدفه، الاخطبوط كان عنده صدفه والصدفه دي اتشالت، فسبحان الله بقى محتاج ان هو يطور الذكاء زينا. احنا عملنا اللي حرفيا. فده تقارب تطوري بيننا وما بينهم. ولا احنا عندنا حماية زي هيكل خارجي او قشر او درع، ولا هم عندهم نفس الشيء. احنا الاتنين اتطورنا في بيئات معقدة. الاخطبوط قاعد في شعاب مرجانية واستوائية، والإنسان حرفيا اترمى في كل حتة. فإحنا بنقول إن النظر للاخطبوطات من زاوية الذكاء ومرونة الأكل وتجنب المفترسات فإلى حد ما بتشبهنا شوية. ودي نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وادينا لايك، خلي الالجوريزم تبوشنا اي حاجة.